السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في شيوه ام وليد راح ندير لكم لي بينيي مقادير مضبوطه. يعني دائما نعاود الاخوات اللي يتبعوني نعطيهم مقادير مضبوطه بهذه الطريقه، يعني مش راح ينجحوا ان شاء الله في الوصفه. واش راح نحتاج في هذه الوصفه تاع لي بينيي؟ راح نحتاج 400 غرام تاع الفرينه، وراح نجرب نعطيها لكم بالكاس. 400 غرام تاع الفرينه، مورف كبيره تاع خميره الخبز، 2 مغارف كبار تاع الزيت، 50 غرام تاع السكر، 3 بيضات، و250 ملل حليب يكون دافي. اذا راح نبداو على بركه الله الطريقه. بسم الله. يعني انا حنخلطو غير بالملعقه، اللي عندها بيتخان تقدر تخدم بالبيتخان عادي، لانها وصفه كما قلت لكم سهله وبسيطه ما فيهاش تعقيدات. اذا راح نجرب نعطيكم بالكاس شحال فيه. الفرينه 400 غرام، الكاس اللي يرفد 240 ملل. واش راح نديرو؟ اذا راح نقيس الكاس شحال من الكاس، هي 400 غرام تاع الفرينه. كاس هكذا باش الاخوات اللي ما عندهمش الميزان يقدروا يديروها. 2 3 اذا حوالي ربع كيسان تاع الفرينه. الكاس الرابع يعني ماشي كامل، كاس الا ربع، يعني 3 كيسان وكاس الا ربع تاع الفرينه. راح ندير عليهم مغرف كبيره تاع خميره الخبز، 50 غرام تاع السكر اللي هي ملعقه، 2 ونص، يعني حوالي 3 مغارف تاع السكر. نخلط هاد المقادير مع بعض، مقادير الجافه. نزيد لهم 2 مغارف كبار تاع الزيت، و3 حبات تاع البيض. اذا انا هنا حنستعمل ملعقه تاع الخشب باش تجينا الخدمه سهله. اذا نبدا نزيد في الحليب اللي هي 250 ملل تاع الحليب. اذا حوالي كاس وربع تاع الحليب. اذا نخلط كل المقادير بالملعقه كما رانا نشوفوا. يعني دائما نجرب نعطيكم اسهل الوصفات. خلطوا مليح. اللي عندها بيتخان تقدر تستعمل البيتخان عادي. انا اليوم يعني ما حبيت نستعمل البيتخان باش الاخوات اللي ما عندهمش بيتخان يقدروا يخدموا هذه الوصفه وينجحوا فيها ان شاء الله، لانها وصفه سهله. اذا راح نبقى نخدم فيها بالملعقه حوالي 5 دقائق. اذا ها هي نعملوا بهذه الطريقه، اننا نخبطوا كما راكم تشوفوا. هنا راني كملت العجينه. شوفوا العجينه تاعنا كيفاش تجي يعني تقريبا جاريه شويه، يعني تشبه العجينه تاع السفنج كما راكم تشوفوا. اذا هنا واش راح ندير لهاد العجينه؟ نغطيها ونخليها حوالي 2 ساعات وهي تخمر. يعني نحسبوا لها 2 ساعات ونخلوها تخمر ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا بعد ما جازت 2 ساعات على العجينه تاعي، شوفوا كيفاش طلعت. ها هي. اذا واش راح ندير الان؟ راح نحكم الفرينه، نخدموا بزاف بالفرينه لي بيني.
ندير كميه مليحه تاع الفرينه في لو بلان دو طرافاي تاعي، نهبط هذيك العجينه بهذه الطريقه. وندير الفرينه من فوق نعمروها مليح. نديرو كميه مليحه تاع الفرينه كما رانا نشوفوا. نكثروا الفرينه ما نخافوش منها. العجينه شويه صعيبه لكن النتيجه تاعها راح تكون مرضيه بزاف كما رانا نشوفوا. نفتحها نحكم سنيوه ندير فيها الفرينه حتى هي، ونحكم انا بورتو بياس ولا اي حاجه اللي نطبعوا بها، نطبع بها لي بيني تاعنا. اذا ها هما كما رانا نشوفوا ونحطهم يخمروا. نديرهم في السنيوه. كما قلت لكم العجينه بزاف طريه، لازم تعرفوا فاش تخدموا بها. كثروا الفرينه فقط مش حتخافوا منها. اذا انا حنكمل العمليه كامل ونحط في السنيوه ونخليهم يخمروا. اذا هنا ندير الزيت تسخن وزدت شويه تاع السكر لهنايا باش نديرو مباشره في السكر. هنا لي بنيه تاعنا حيخمروا بالخف، يعني مور التخمير الاول، يعني حوالي 10 دقائق فقط. راح نطيبهم ما يطولوش بزاف الخميره. اذا ها هما لي بنيه تاعي اللي عملناهم حوالي 10 دقائق ونبدا نقلي، ما نطولوش بزاف كيما المره الاولى. اذا نرمي الاولى بسم الله في الزيت تكون سخونه ونرمي لها الزيت من فوق. هم بداو يطلعوا لنا كما قلت لكم مره ثانيه حوالي ربع ساعه 10 دقائق ربع ساعه وقلوهم، مش راح يطولوا لنا بزاف. اذا راح نزيد حبه اخرى نزيد قد ما تفدنا المقله وندير لهم الزيت في الفوق. راح يجونا خفاف ويجونا هشاش. فقط تبعوا المقادير. العجينه راح تجينا شويه جاريه، تصعبنا شويه في الخدمه لكن النتيجه راح تكون ما شاء الله. شوف كيفاش يطلعوا. ها هما معنا نشوفوا حمروهم مليح. حيطيبوا لنا بالخف لان العجينه خفيفه. كما نشوفوا بهذه الطريقه. هنا الطياب تاعهم حبيتي تحمريهم بزاف ولا تخليهم شويه ولا ترجع اذا نحي هذه الحبه نديروها مباشره في السكر باش السكر يلصق فيها. اذا ها هي الحبه تاع لي بينيه تاعي. اذا انا حنكمل نقلي كامل لي بينيه تاوعي ونديرهم في السكر ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا بعد ما بردوا لي بينيه تاوعي نحكم الحبات نفتحهم بالمقص. شوف كيفاش يجوا. نحبهم بهذه الطريقه يجوا روعه. وندير لهم المعجون في الوسط. المربى
نزيد الحبه هذه، يجوا بزاف طريين ويجوا هشاش. والبنه يعني ما عندي ما نحكي لكم، نتمنى انكم تجربوهم. وهما ما راهو جاي الصيف ملاح لي بينيي. اذا راح نوري لكم الان. اذا ها هما لي بينيي تاعنا واجدين، ان شاء الله تعجبكم الوصفه بطريقه التحضير. ها هما لي بينيي تاعنا، شوفوا كيفاش يجونا، شوفوا كيفاش يجوا ملحمين. انا نحب لي بينيي يجوا فيهم اللحمه شويه، ماشي يجوا فارغين كامل. شوفوا كيفاش يجوا. والبنه يعني ما شاء الله روعه، ما عندي ما نحكي لكم. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم الوصفه. ولا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك شهيوة ام وليد. والى الملتقى ان شاء الله.